ازاي ممكن من فرجتك او فرجتك على افلام الروم كوم والافلام الرومانسيه تتحول لانسان خايف من الوحده، خايف يبقى زي الشخصيه السنجل اللي هو لسه شايفها في الفيلم دلوقتي؟ cannot accept this very generous reward. يلين على ابوه غلط. بتقولي بتحكي حكايه، انا بحكيها لك مصوره بتسلم للبال. I am the danger. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. صديقي الزبد، ازيك؟ اتمنى ما تكونش عايش في وحده زي كده، لان الوحده شيء قاسي جدا. ولا يا ترى مش قاسي؟ الصراحه مش عارف. في زماننا الحالي بنعيش في وقت بيتميز بالحب والرومانسيه، حيث ان الجواز بيتاجل لصعوبه الظروف الماديه، والطلاق بقينا نسمع عنه عادي كده يوميا في حياتنا. الشباب بقوا يقضوا وقت كبير قوي من حياتهم بدون حب او جواز، بقينا بنقضي وقت كبير في الوحده. سنه 2012 ذا وورلد ماريج داتا اكدت في دراسه ليها ان سنه 1970 35% من الرجاله و60% من الستات اللي من سن 20 ل 24 كانوا متجوزين في الفترة دي، وأرقام المتجوزين دي هبطت جدا في سنة 2009، ومن 35% من الرجالة بقوا 3.3% بس، وال60% من الستات بقوا 10% بس اللي من نفس الفئة العمرية. وبالرغم من زيادة أرقام السناجل في العالم، إلا إن الحياة الزوجية والعاطفية مهمة جدا لسيكولوجيا الشباب في سن من 20 ل 24 سنة. وفي نفس الوقت مع زيادة أرقام السناجل في العالم، الميديا والسينما والمجتمع كانوا بيقوموا بتنميط للطباع بتاعت الشخص السنجل ده. المجتمع بشكل كبير بيشوف الإنسان الغير مرتبط إنه أكثر شعوراً بالوحدة وأقل نضجاً وأماناً وسعادة من الناس المتزوجين. المجتمع والميديا مساهمين كبار جداً في خلق شعور الخوف من الوحدة جوانا، الخوف من الوحدة، FOBS، وهو بيعرف بالضيق أو القلق من العلاقة العاطفية المستقبلية أو المتوقعة اللي أنت هتدخل فيها. والشخص المصاب بيها يميل إنه يرضى بالأقل في العلاقات، وكل ما يبقى عندك خوف من الوحدة أكتر، كل ما معاييرك في اختيار شريك حياتك بتقل، وكل ما يزيد خوفك من الوحدة بتبدأ تستخدم استراتيجية المواعدة السريعة، أقل انتقاءً لمواصفات شريك حياتهم، وفي نفس الوقت بيبدأوا يبدوا إعجابهم واهتمامهم بناس كتير قوي من الدوائر اللي حواليهم يمكن تلطش معاهم في حد يبقى شريك حياتهم. السينما والمسلسلات ليهم تأثير كبير جدا في خلق الشعور ده عند المشاهد، بالذات الأفلام الرومانسية وأفلام الروم كوم، ومن خلالها بتبدأ تشوف الحياة شكلها عامل إزاي من غير الحب والعلاقات العاطفية. كيف يكون الإنسان السنجل؟ ما بين 1960 و 1970 جورج جيربنر طور نظرية عن التنشئة المجتمعية، يعني إزاي المجتمع بينشأ ويتطور من خلال الحكايات وطرق الحكي. والنظرية دي كان اسمها The Cultivation Theory. ووفقا ل The Cultivation Theory، وسائل الإعلام وخاصة التلفزيون بيكون بالنسبة لنا بيئة رمزية مشتركة لكل أفراد المجتمع، بيعرض نفس الصورة للواقع بشكل متكرر على الشاشة، فبيخلق بينك وبين التلفزيون أرضية مشتركة كده عن الواقع، بتكتشف من خلاله الأشخاص والمواقف والأحداث اللي بتخلي في مخك إدراك إن هي دي الحقيقة والواقع البشري. أغلب محتوى التلفزيون والسينما الرومانسي بيصور الشخص السنجل أو الأعزب على إنه شخص بائس وحيد ومحبط جدا وما عندوش امان داخلي، والستات بالاخص بيتعاملوا في السينما والتلفزيون على ان عندهم نقص ما لو هم ما عندهمش زوج او ما عندهمش حبيب. والسيناريوهات الرومانسيه دايما بتصور ان حياه الست مش هتكتمل ومش هتحقق قصه نجاحها غير بوجود راجل في حياتها. الكارير والاستقلاليه غالبا مش هيحققوا لها الحياه الناجحه دي. وفي بحث تاني دكاتره نفسيين جمعوا اكتر 200 فيلم ربحا من افلام الروم كوم، وبعدين فلتروهم واختاروا منهم الافلام اللي اتصورت في انجلترا، وبعدين فلتروهم تاني ل 40 فيلم بناء على كرايتيريا مختلفه. من ضمن الكيوردز او كلمات البحث اللي استخدموها خلال تجربتهم دي كانت كلمة being single، وده كان واحد من الأصناف أو الكاتيجوريز اللي صنفوا على أساسها الأفلام وكان قايم عليها بحثهم. وفي آخر التجربة لقوا إن مشاهد الوحدة أو العزاب وردت 15 مرة، وكلهم اتذكروا بشكل سلبي. الدراسة بتقول إن الأفراد العزاب في الأفلام كانوا دايما بيتصوروا على إنهم يائسين، وكمان العزاب بيتصوروا إنهم محبطين، زي فيلم هيتش لما شخصية عبرت عن استيائها وإحباطها من عدم وجود حبيب في حياتها. Casey, you're not sick. You're single. وصوروهم كمان على انهم انسكيور، زي مثلا فيلم بيكتشر بيرفكت لما شخصيه من الشخصيات حضرت فرح لوحدها عشان هي مش متجوزه او ما عندهاش بوي فريند، فده كان اظهروه غير كافي ليها وحاجه مش مستحبه. وفيلمين كيبينج ذا فيس وبيكتشر بيرفكت اقترحوا ان الحياه كاعزب بتتعارض مع تطور الكارير. التكرار في تجسيد شخصيه الشخص الاعزب على انه حاجه سلبيه ممكن تاثر على المشاهد بشكل كبير، ودايما التجسيد للشخص اللي مقبل على علاقه بيكون شخص سعيد ومبتهج وحياته بقت احسن. طب
وايه المشكله يعني لما يبقى شكلنا حلو ومبسوطين واحنا سنجل عادي؟ ودي بقى مش رساله لصناع الافلام، دي رساله للناس كلها، يعني نستحمى عادي، مش لازم نبقى داخلين على الجواز عشان ننضف. المهم بقى ان انت كمشاهد لما السينما والتلفزيون يصوروا لك الشخص السنجل على انه وحيد وكئيب، والشخص اللي في علاقه سعيد ووشه رادد كده، يا اما هتبكي على حالك عشان انت سنجل، او هتبدا تقلل معاييرك عشان تنضم لمجموعه الناس اللي وشها رادد، وممكن ترضى باي علاقه اقتناعا منك انك هتوصل لنفس الحاله اللي شفتها في الافلام والمسلسلات. على ارض الواقع في دراسات كتير بتقول ان الشخص السنجل متداخل في المجتمع وعنده علاقات ودوائر اكتر، الشخص السنجل عنده صحاب اكتر واكتر توعيه لصنع صداقات والتعرف على ناس جديده، بل وعنده توعيه اكتر ان هو يقدم المساعده للغير. بل كمان الدراسات دي بتقول انه بيكون افضل سيكولوجيا وصحيا عن الناس المتزوجين. الدراسات هي اللي بتقول كده والله، انا مش بشجعكم على السنجله خالص على فكره. في الحقيقه الرجاله والستات بيستفيدوا من كونهم سنجل. الرجاله مثلا بتحس بضغط مادي اقل وبيشتغلوا ساعات عمل اقل. سالوا قبل كده ستات في عمر ما بين 60 و70 سنه عمرهم ما اتجوزوا قبل كده عن مدى رضاهم عن عدم الجواز، وقالوا ان هم راضيين عن حالتهم الاجتماعيه، وعدم جوازهم خلاهم يتذوقوا منافع كتير جدا للحياه الاجتماعيه والاستقلاليه بجانب تحكمهم في فلوسهم وامورهم الاقتصاديه والاجتماعيه، بالذات ان بالنسبه لجزء كبير من الستات الجواز ساعات بيكون فخ لانها هتفضل قاعده مع جوزها واولادها فتره طويله وتستغنى عن حياتها هي الشخصيه. دراسات زي دي بتكون قايمه في امريكا واوروبا مش في الشرق الاوسط، عشان كده مش لازم نطبق كل الكلام اللي فيها علينا، لان مثلا العلاقات عندنا بين الجنسين مختلفه تماما. اي نعم الدراسات دي ذكرت فوائد كتير لكونك سنجل، بس ما تنساش ان انت في الشرق الاوسط كونك سنجل بيحرمك من حاجات تانية كتير، على عكس الغرب فانت ممكن تستمتع بحاجات كتير جدا وما زلت سنجل. بس بالرغم من ايجابيه عيشه الحياه السنجل، الا برضو ان الناس دي ذات نفسهم بيقدسوا وبيحترموا فكره ان هم يسعوا تجاه ايجاد علاقه وشريك حياه عن انهم يفضلوا سنجل. وفي بحث اتعمل عشان يلاقوا العلاقه ما بين مشاهده الافلام الرومانسيه والروم كوم على الخوف من الوحده، الباحثين نشروا سيرفي على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر ولينكد ان، عشان كانوا بيستهدفوا الفئه العمريه ما بين 18 و25 سنه، وعشان ينتشر اكتر حطوه في جروبات على الفيسبوك زي مثلا الجروبس اللي اساميها بتبدا بسنجلز ان ومدينه، سنجلز ان نيويورك، سنجلز ان يوروب، سنجلز ان الكسندريا، هتلاقيني ادمن الجروب. وعرفوا يخلوا ادمنز بتوع صفحات مشهوره زي صفحات المجلات وصفحات الاعترافات انهم ينزلوا السيرفي ده عندهم، وجاوب على السيرفي ده 839 فرد متنوعين جدا منهم ذكور واناث ومتزوجين وسناجل. السيرفي كان فيه انواع اسئله كتير عن العلاقات، الخوف من الوحده، الرغبه في الانتماء، مشاهده التلفزيون والمحتوى الرومانسي والروم كوم. وقسموا الناس اللي جاوبت لاربع انواع: رجاله سناجل، ستات سناجل، رجاله متزوجين، ستات متزوجين. والاحصائيات في البحث ده ما لقيتش رابط ليه معنى ما بين الخوف من الوحده والمحتوى الرومانسي الا بالنسبه للسنجل ويمن او اللي هم الستات السنجل. النتائج كانت بتقول ان كل ما الست السنجل او العزباء بتتفرج على محتوى رومانسي اكتر كل ما بيزيد عندها الخوف من الوحده. البنات اللي في المجموعه دي لوحظ ان كل ما بيشوفوا من المحتوى ده اكتر بيزيد عندهم فكره ان كونها عزباء معناه ان في حاجه غلط فيها هي، وبيخافوا يفضلوا كده على طول. والاحصائيات ما خرجتش اي حاجه ليها معنى بالنسبه للمجموعات التانية، ولكن في ملاحظه لذيذه من الباحثين لمشاهدتهم لنتائج البحث ده، ولكن ما قدروش يقولوا انها حقيقه، وهي ان كل ما الراجل السنجل بيشوف محتوى رومانسي كل ما يبقى مش خايف من الوحده اكتر. غالبا الراجل من دول بيشوف الفيلم يقول يعني انا عليا بايه، ما انا باشا لوحدي. بس برضه بقول لكم تاني ما تنسوش ان النموذج ده غربي، يعني الراجل اللي بيقول وانا عليا بايه ده هو عايش في الغرب، مباح ليه كل حاجه سواء داخل العلاقات او خارج العلاقات. الذباب. الافلام الرومانسيه وافلام الروم كوم بتقترح صوره نمطيه للشخص الاعزب، صوره كئيبه وخامله ما عندهاش حياه ولا نشاطات، بالرغم ان على ارض الواقع في نماذج للحالتين، في ناس سنجل كئيبه وفي ناس سنجل ومبسوطه، وفي ايجابيات وسلبيات للوحده وبرضه في ايجابيات وسلبيات للارتباط. اي نعم مفيش بحث اكد ان كتر الفرجه على افلام الروم كوم والرومانسيه بيخليك اكثر خوفا من الوحده، بس برضه خلي بالك لان في تنميط بيحصل في الميديا والافلام والمسلسلات لهذه الشخصيه السنجل. بفكرك ان النوع ده من التنميط موجود اكتر في السينما والمسلسلات الغربيه، وعشان كده ما تتاثرش بيها قوي. ممكن تكون بتمثلك في جوانب وفي جوانب تانية لا، وممكن تكون بتمثل حياتك بالشكل الكامل، ممكن انت تبقى عايش فعلا في حياه شبه حياه السنجلز اللي في الافلام، انت حر، ولكن خلي بالك من تنميط الوحده في الافلام والمسلسلات. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واعملوا لنا فولو على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك، واشوفكم الحلقه الجايه. سارح في غربة بس مش مغترب.